السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان مع حلقة جديدة مع عبقري كرة. اتحاد الكرة اعتمد مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والحصول على الرخصة الأفريقية، واعتمد بيراميدز برضو على الحصول على الرخصة الأفريقية، يبقى الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، واعتمد رسميا الأهلي وزد في الكونفدرالية، أيوه زد في الكونفدرالية بدل سيراميكا، رابع الدوري ما راحش ولا كونفدرالية ولا حتة، وصيف الكاس اللي راح الكونفدرالية مع ثالث الدوري، اول وثاني افريقيا وصيف الكاس وثالث الدوري الكونفدراليه. في حاله لو كان بطل الكاس بره الثلاثه انديه اللي يروح افريقيا كان يبقى رابع الدوري يروح الكونفدراليه. اما بيراميدز راح افريقيا فزد ضمنت مشاركتها في الكونفدراليه، يبقى اول وثاني افريقيا وثالث ووصيف الكاس الكونفدراليه. في حاله ثاني الكاس ادينا بنشرح، في حاله ثاني الكاس كان حاصل على مركز في البطولات الافريقيه المؤهله لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه في الدوري المصري فيروح وصيف الكاس، ووصيف الكاس كان زد، بطل الكاس كان بيراميدز، بس بيراميدز ضمن مقعد في دوري ابطال افريقيا. فقالوا قصه زد ولا سيراميكا، سيراميكا لو كانت الهيئه الوحيده اللي كانت تودي سيراميكا الكونفدراليه لو كان بطل الكاس ووصيف الكاس رايحين بطولات افريقيا، وما حصلش لا ولا بطل الكاس، بطل الكاس راح بطوله افريقيا بس ثاني الكاس كان مع التسعه اللي بنفس على الهبوط وليس دوري ابطال افريقيا، اسم على 14 اللي كانوا بينافسوا على هبوط. فزد مبروك عليها مبروك عليها الكونفدراليه ونتمنى لها الخير ان شاء الله. مصر، حسام حسن طلب من اتحاد الكره ورابطه الانديه ان يلعب 4 أو 5 جولات، 4 أو 5 جولات بالكثير عشان يبدا المعسكر بتاع مصر في افريقيا، في تصفيات افريقيا. فمصر هتلعب 5 أو 4 جولات، رابطه الانديه تحدد 5 أو 4 جولات من 20/8 ل 20/9، ومن 20/9 اجازه ومعسكر افريقيا. طب حسام حسن ليه طلب هذا الطلب؟ للاستعداد الجيد افريقيا بعد ما كسر الدنيا وضغط الدنيا في كاس العالم، ومصر شارك في كاس العالم وبقي لها صوت وبقي لها ومنتخب عالمي، وبعد كمان ما عملنا اداء مميز جدا في افريقيا اللي كانت في المغرب. افريقيا ان شاء الله السنه دي بتاعه مصر 2027 مش هتطلع من ايد مصر ان شاء الله. طيب حسام حسن واتحاد الكره لما اجتمع اليوم اتخذ 4 اجراءات تاريخيه، 4 اجراءات كان على قولة اتحاد الكره اتخذهم، هما تعيين عصام عبد الفتاح رئيس للجنه التحكيم، وتعيين شوقي غريب مدير لاتحاد الكره، وتعيين كمان معتمد جمال يقطن من المنتخب الاولمبي، وكمان حسام حسن وابراهيم حسن يقتربوا من تجديد لعام 2030. والاهلي وزد اتحاد الكره اعتمدهم خلاص في الكونفدراليه، والزمالك بيراميدز في دوري ابطال افريقيا. طب والكاف اذا الكاف اجتمع واصدر قرار ان زياده عدد مقاعد دوري ابطال افريقيا عادي الاهلي يروح دوري ابطال افريقيا، بس لحد دلوقتي الاهلي في الكونفدراليه رسميا هو وزد وصيف الكاس في الكونفدراليه، والاهلي ثالث الدوري في الكونفدراليه، سيراميكا طلعت بلا افريقيا ولا كونفدراليه بسبب حصولها على المركز الرابع. يعني اتحاد الكره ربح وحبس وصيف الكاس على الرابع الدوري، وصيف الكاس على الرابع الدوري. لو كان وصيف الكاس سيراميكا كان راح سيراميكا، بس يعني سيراميكا ملوش صالح ان هو رابع الدوري، ما خدش حاجه غير رابع الدوري. على ماهر ربنا يكون في عونه، عمل موسم للتاريخ الموسم اللي عدى وطلع دون اي بطوله. ماشي. الزمالك والرخصه الافريقيه خلاص عشان النصر طلع واصدر بيان للكاف، والكاف ردد على الزمالك رسميا، الزمالك حصل على الرخصه الافريقيه اخيرا، مفاجاه سر الجمهور. الزمالك خلاص رسميا في دوري ابطال افريقيا، والكوب جرعه مع 10/8، والزمالك هيعمل هيبقى مع الفرق اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا ومع الفرق اللي هتلعب دور التمهيدي لاستعدادا لدوري ابطال افريقيا ودور المجموعات والادوار الاقصائيه. والكاف حدد دور المجموعات في شهر ان شاء الله 10 دور المجموعات، اخر 11 دور المجموعات وفي 12 وفي 1، وكمان نصف نهائي في 3، والنهائي هيكون في 4، وربع النهائي ان شاء الله هيكون الاول في شهر 2 في شهر 2 فبراير. طب ماشي. اما افريقيا، التصفيات افريقيا ان شاء الله مصر في مجموعه زيمبابوي وانجولا ومالاوي. مصر هتلعب مبارياتها في شهر من 21/9 ل 6 اكتوبر، ومن 9 ل 17 نوفمبر، ومن 27 ل 30
مارس. فمصر ادي 3 مبارياتها في افريقيا. ماشي. بالمناسبه الاهلي ومعسكر اسبانيا خلاص رسميا تحدد مباراه برشلونه والاهلي في كاس اخوان غمبر. برشلونه والاهلي في كاس اخوان غمبر، مباراه للتاريخ. لامين يامال ضد امام عاشور، والاهلي وبالتحديد لامين يامال وامام عاشور الاثنين اللي تالقوا في كاس العالم. مصر كلها تالقوا في كاس العالم. لامين يامال وامام عاشور وزيزو ويوسف بالعمرو وسفيان بن جدير ومنصف بكرار وبدري ولامين يامال وكمان كوبارسي وكتير في برشلونه ونجوم كثيره في الاهلي. زخم يعني هانس فليك قدام حسين عمود عشان مباراه تطلع للتاريخ استعداد للموسم الجديد اللي هيبتدي 21/8 اغسطس. طب الرابطه هل هتأجل اول مباراه في الدوري؟ اول مباراه للاهلي في الدوري واول جوله رفضت الرابطه اي تاجيلات من اول الدوري كده نستناها ونقول تاجيل ومش تاجيل. الرابطه رفضت. ليه تاجل؟ لان الرابطه محدد الدوري 21 او 20/8. طب الاهلي هيلعب في كاس اخوان غمبر مع برشلونه في اسبانيا 19/8 قبل ما يجي يقول 20 وهيلعب كافي الاهلي 21. راح الاهلي ان شاء الله 3 ايام او 4 ايام بين الجوله والثانيه. الجوله الاولى تمتد 4 ايام من 21 ل 25. فالاهلي هيلعب يوم 25 عادي، يرجع يوم 20 يتدرب يومين ويلعب المباراه ان شاء الله يوم 25. رسميا الاهلي ما فيش اي تاجيلات ورابطه الانديه مش هتاجل اي مباراه، والاهلي هيلعب اول جوله دون اي معوقات. طب ماشي. الكاف وزياده عدد مقاعد دوري ابطال افريقيا زي ما ذكرنا اول الحلقه. بس الكاف وزياده عدد مقاعد دوري ابطال افريقيا خلي بالك هتحصل حاجه مش هتحصل ممكن زياده وممكن هتحصل عاد ورفض هذا الطلب. لو حصلت رفض هذا الطلب يبقى ده المتوقع، لان دوري ابطال افريقيا في كونفدراليه وفي سوبر افريقيا وفي كاف عاوز يستحدث بطوله جديده وفي زخم بطولات وفي افريقيا وفي تصفيات وفي بطولات كثيره. فالزخم ده هيمنع زياده دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه كمان، وهيخلي الوضع كما هو عليه. الاهلي وزد في الكونفدراليه والزمالك وبيراميدز في دوري ابطال افريقيا. كمان بيراميدز بيفاوض اللاعب الفلسطيني اسد الحملاوي. بيراميدز بيفاوض رسميا اسد الحملاوي، اللاعب المميز جدا اللي بيلعب في الدوري تهيألي الاوكراني او المجري حاجه زي كده. فبيراميدز بيفاوض اسد الحملاوي، لاعب عنده 26 سنه، لاعب كبير. الاهلي فاوضه من قبل، وبيراميدز اذا حصل على خدماته فنجم هيكسر الدنيا في الدوري المصري. مهاجم سوبر، مهاجم مش هيتحاسب على بيراميدز كمهاجم اجنبي. فالحاجه اللي حابب اقول لحد دلوقتي خلاص احنا عرفنا الاهلي وبيراميدز في دوري الاهلي زد في الكونفدراليه وبيراميدز والزمالك في دوري الابطال. المستثمرين في الزمالك وغضب جون ادوارد. المستثمرين في الزمالك يطلع ناس تقول نستثمر ومش مستثمره، وناس هتقول هنستثمر في شركه الكوره ويطلعوا ينفوا وما ينفوش. فغضب جون ادوارد بسبب اللغط ده. جون ادوارد يقترب من الرحيل. جون ادوارد ممكن يرحل عن الزمالك، ان جون ادوارد بتجربته مهدده بالفشل نجح في الموسم اللي قبله حصل على الدوري وقدر يختم عن الفرقه واحده فرقه مستحقه، بس في السنه دي ما عاوزاش تخبط اداري كتير. جون ادوارد يستمر مع نادي الزمالك فيقفل عن الفرقه استعدادا لدوري ابطال افريقيا واستعدادا للدوري المصري اللي خلاص الزمالك حصل على الرخصه الافريقيه، واستعدادا كمان لعمل معسكر حتى معسكر داخلي. الزمالك لحد دلوقتي ولا عمل معسكر داخلي ولا حتى يعمل معسكر خارجي ولا اعلن عن المدرب الاجنبي. والزمالك ممكن يخلي معتمد جمال. واحد يقول لا معتمد جمال خلاص الزمالك على رحيله. ممكن الزمالك يجدد الثقه بمعتمد جمال ويستدعيه تاني لقياده نادي الزمالك لقياده فارس الابيض مات عقبه لاستعداد الموسم الجديد. للزمالك ما عندوش سيوله ماليه خالص للتعاقد مع مدير فني اجنبي. هشام نصر طلع وقال ان الزمالك شفاه ربنا يعني من الوعكه الصحيه اللي اتته من 3 ايام. طلع وقال ان الزمالك مشى على خطى ثابته ومشى على القوانين بالظبط، والقوانين كلها مشى عليها الزمالك والقوانين شرعيه، مفيش اي لغط